لو عايز تعمل أسرع وأرخص وأفضل تحديقة على إيدك وأنت في البيت، خليكم معانا عشان تشوفوا إيه اللي هنعمله. أهلا بكم يا شباب، ورجعنا لكم مرة تاني. فأفضل تحديقة، أول حاجة نبتدي بيها الرمل. هنبتدي نحطه على سلك أو غربال ونصفي ونطلع منه الزلط والحاجات دي. تاني حاجة هنروح عند الموان ونقول له عايزين بودرة بلاط. بودرة بلاط دي بتبقى ناعمة ولونها أبيض، بتخلي معاك التحديقة لونها أبيض وحاجة نظيفة. يعني ببتدي أخلطها زي ما انتوا شايفين على الرمل. خلطة نظيفة، يعني لازم أخلط مخليش حاجة ظاهرة فيها. بعد كده بجيب التربة أو الطامي، اللي هو الطرى العادي بتاعنا اللي بنزرع فيه. ببتدي أصفيه لو في أي حجارة مثلا، أبتدي أظبط دنيتي، يعني مخليش حاجات حبيبات كبيرة عشان متعكش الدنيا معايا. ببتدي بعد كده أجيب الجوالب الحمراء بتاعت البناية، ويا ريت تكون الجوالب بتاعت زمان، يعني مش الحاجات اللي طالعة الأيام دي مش طوب أحمر. تمام. ببتدي بعد كده ادق القالب ده واخليه عبارة عن فتيت، يعني ما اخليش فيه حبيبات كبيرة عشان ما يكسرش البيض لو هتحطه تحت الحمام. ببتدي زي ما انتوا شايفين، يبقى كده معانا الرملة، بودرة البلاط، الطوب الاحمر، التربة او الطمي. ببتدي اخلط الحاجات دي كلها مع بعضها واظبط دنيتهم، وحاجة بسيطة وحاجة مفيدة. في حاجة تاني برضو احنا نسيناها، يعني نحطوها في الفيديو ده برضو. ممكن الجير اللي هو المطفي البودرة، وكيس ملح كده من الملح بتاع الطعام العادي بتاعنا، وترشه عليهم. برضو هيطلع لك حاجة حلوة تتحط تحت الحمام، من الحمام كالسيوم وكل حاجة، والحمام يبيض عليها وكل حاجة تمام. شكرا لكم.